في الفيديو ده أنا هقيس نشاط العضلات بجهاز اسمه الإكتروميوجرام علشان أقارن 8 تمرينات مختلفة للصدر وأشوف أيهما الأفضل. هنستخدم هنا وزن بيساوي 70% من أقصى وزن الشخص اللي هيعمل التجربة يقدر يشيله. أول تمرين الدمبل فلات بنج بريس، كان مد 71% للصدر العالي و108 للصدر الأوسط. وتاني تمرين اللي هو ناتورال جريب فلات بنج بريس، ده تقريبا نتائجه كانت مشابهة، 72% للعلوي و102 للأوسط. تالت حاجة بقى الريفيرس جريب بنج بريس، ده كان مدي للعلوي 88% والأوسط 101. وده مثال ان النشاط العالي مش دايما يعني مش دايما بيخلي التمرين كويس. رابع حاجة الانكلاين بنج بريس زاوية 30، ده ادى 76 للعلوي و84 للأوسط. خامس حاجة الريفيرس جراب انكلاين بنج بريس، ده كان مدي 90% علوي و58 للأوسط. سادس حاجة بقى اللي هو الهاي انكلاين بنج بريس زاوية 60، ده بقى مدي كام؟ 78 للعلوي و55 للأوسط. والباربر بنج بريس ده مدي 86 للعلوي و82 للأوسط. وتامن حاجة بقى اللي هو الشيست بريس ماشين، ده مدي 90% علوي و83% للجزء الأوسط. وهنا بقى نتيجة العلوي في الريفيرس اللي هو القبضة المقلوبة غريب مع إنه عالي بس مش مفيد. ونتيجة الأوسط من اللي احنا هنستنتجه هنا بيقل كل ما الميلان بيزيد، يعني كل ما تزيد في مستوى الكرسي أو مستوى الزاوية استهداف في الأوسط بيقل. في النهاية الدراسة دي إن أفضل تمرين الانكلاين بنج بريس زاوية 30، ده أفضل حاجة بتشغل العلوي والأوسط مع بعض. هنا بقى نصيحة، مع إن تمرين الريفيرس جريب اللي هو الدمبل بقبضة معكوسة مدي أرقام عالية، بس هنا الدراسة بتقول لك إيه؟ مهما كانت الدرجات عالية بس ابعد عن التمرينات الغريبة. وهنا في الفيديو ده هعمل لكم فيديو تاني، جزء تاني إن شاء الله، لأن في عوامل تانية مهمة غير النشاط العضلي العالي اللي بيطلع نتيجة الجهاز دوت. يا ريت لو الفيديو عجبكم قولوا لي رأيكم، وإن شاء الله للناس اللي حابة تتواصل معايا في التدريب الأونلاين ممكن تدخل على اللينك دوت عشان نبدأ مع بعض.